وتألقت حتى في السينما وخدمات في أكثر من 20 فيلم طويل سواء كان إيطالي ولا فرنسي، وزادت شاركات في العديد من الأفلام المغربية القصيرة والطويلة من أبرزها لالا حبي والعديد من الأفلام المغربية الأخرى. هذه السنة للأسف فقدنا الأستاذة والفنانة الكبيرة نعيمة المشرقي اللي يعني لمدة تاريخ المهرجان برمته كانت سندا لجمعية المبادرة الثقافية. هي من الفنانة الكبار اللي تقوا في تجربة المهرجان واللي دعمونا سواء بشبكة يعني المعارف ديالها أو حضورها في ملتقيات أخرى تذكر مهرجان دولي السينما والهجرة. فمن الفنانة اللي كنعتبرهم أصدقاء المهرجان، وهذه خسارة كبيرة بالنسبة لنا أننا افتقدناها. فالسي عمر حلي اللي قدم يعني الشهادة في حقها، فهو نائب رئيس جمعية المبادرة الثقافية بهذه الصفة، يعني تعطاته هذه الفقرة بأنه يدخل ويقوم بنعي هذه الفنانة المقتدرة، وهذا عرفان وشكر من جمعية المبادرة الثقافية لها. فبهذه الصفة يعني تعطاته الكلمة في هذا الإطار، فهي شكر من الجمعية لروح هذه الفنانة المقتدرة ولا شيء غير ذلك. أنا نعيمة ندوس مع نص عمري، عرفتها أنا في 65 لما التحقت بفرقة المسرح البلدي بمدينة الدار البيضاء. من هذاك التاريخ وإحنا رفاق، ولكن الناس يتكلموا عليها، تكلموا على الأخلاق وعلى الوظيفة وعلى كذا، ما تكلموش على الحياة الفنية للأسف. فاللجنة المنظمة في العود ما يكلموا واحد اللي عاشرها طول هذه الحياة، نوضوا دكاترة سي حمي الله معقول، ولكنه تكلم على الموضوع الثقافي والمناصب اللي أنيطت بها المرحومة ديالنا وزميلتنا وصديقنا الله يرحمها. المهم رحم الله نعيمة المشرقي، إنها قامة من قامات الفن في البلاد المغرب ديالنا. أول حاجة أنا كنقدم التعازي ديالي للعائلة ديال السيدة نعيمة المشرقي الله يرحمها في هذا النهار هذا ويجدد عليها الرحمات، وكنعزي المغاربة كاملين، وكيف ما كنقولوا عزاؤنا واحد في سيدة كبيرة جدا وكنعتبروها الأم ديالنا احنا كاملين وكنبغيوها كاملين، وممثلة كبيرة ومقتدرة الله يرحمها. هو ما كنتسناوش حتى كيموت الانسان، غير جات وخساره ان توفات الله يرحمها. اما التكريم اكيد كانت غتكرم، ما كانش في هذا المهرجان اكيد كان غيكون في مهرجانات كبيره حتى هي من هذا النيفو ديال هذا المهرجان هذا. وانا قدامك انا مازال ما متش، انا غيكرموا يعني غير كان خاص دار شي حاجه لاله نعيمه المشرقي الله يرحمها، كان خاص نوقفوا وندعيو لها كاملين. والمهرجان يمكن هذه التفاته جميله منه بانه غيتحنا هذه الفرصه هذه اننا نترحموا على نعيمه المشرقي الله يرحمها.